السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا رجعنا لكم فيديو جديد يا رجالة. طبعا النهارده الفيديو بتاعنا ان شاء الله قلت لكم هنثبت النوبة الجاية ايه؟ الطيرة. فهنفتح أول فتحة عليها النهارده ان شاء الله. طبعا على الزغلول بدأ ايه؟ يبقى داخل على البطش اهو. خلاص؟ فهتبدأ يعني ايه؟ بتسيبه فترة ما بتقعدش عليه ياما، بحيث ان هو يدفي نفسه بنفسه يعني. طبعا لسه طالع، ما اكلتش ولا شربت ولا أي حاجة، وهفتح عليهم على كده برضو بحيث ان هم ينزلوا ايه، ينقوا في الارض ولا كده. تمام. ولو الطيره ما قامتش لوحديها هنحاول احنا نديها قومه كده تيجي قايمه ونشوف اللي هيحصل. طبعا بتكلم بسرعه، لسه طالع السلم بنهج مش قادر. ماشي فوق من ده كله. والزغلول الحمد لله يا جماعه امبارح يعني خد كذا دوره ورا بعض وحط تاني. خلاص. طبعا معلش والله يا رجاله مش عارف انزل لكم فيديوهات على ايه، اصل لما اجي اعمل فيديو والله ما بقاش عندي فاهمين، ما عنديش افكار اعمل لكم على ايه. فانت لو عندكم افكار او عايزين اعمل لكم على فيديو على ايه اكتبوا لي في التعليقات. طبعا انا بتكلم بسرعه معلش عشان الشمس بقى ايه ضربه في وشي. ويلا بينا. هم كلهم بصلوا هينطوا يطلعوا لي عشان هم ما حطيتلهمش ميه ولا اكل حتى. طبعا انا بطلع لهم مره واحده فايه يعني كتر خيرهم. طبعا ايه ماسك نفسهم كوبايه النسكافيه. خلي عندك مزاج في اي حاجه. هنفتح عليهم. طبعا هم هينزلوا هيقعدوا يلقطوا في الارض ولا حاجه، يلاقوا اكل ولا حاجه، مش هيلاقوا يا اما هيطيروا على طول مره واحده. طبعا الطيره دي اول فتحه ليها رجاله، بس انا كنت مدشرها على الارضيه بالشجر اللي هناك ده. تنزل مع الدكر بتاعها. هيقعدوا بقى يلقطوا يحدقوا يعملوا. تعالوا اوريكم الزغلول يعني يبعدوا بس عنهم كده. اهو بصوا الزغلول عندكم ساحه يا رجاله. ده بقى عيب من حاجتين، يا قلة تغذية وتحريق، بس الرجل دي مفتوحة على طول كده يعني. بصوا حتى لو لميت انا هو بيفتح تاني. فانا جت لي تجربة، جبت استك قلت هلبطها له. حاولت اعمل له حاجات تانية. بص انا عملت ايه، استنى. هو عامل حمام في كل حتة، حطيت له طوب وكده عشان يسنده كده يعني بحيث ان اضيق له المساحة ما حصلش برضه حاجة. طبعا عايز انضف لهم. انضف بقى ايه على كده. انا معايا واحد تاني ده هنرميه بقى في شهر الشمس بحيث لو في بكتيريا ولا حاجة. خلاص. ومعانا واحد تاني. بص كده اهي دخل يعني متعرفش لسه العين، فهي هتقلد الدكر عشان شايفاها. بص دخلت على العين. دي كده اول خطوات النجاح. ماشي. طبعا معانا واحد تاني اهو كان نفس الكلام برضو، وحطيته في الشمس بقاله بتاع اكتر من اسبوع يعني. هنحطه في الزغلول اهو، وهنحط لهم شويه تحديد برضو. بصوا بيطلع ازاي. هوريكم بس نخلص حلقه ايه التيرة دي. خلاص هنخش كده. ليه بتعدني ليه؟ انا صاحب عمرك حتى. طبعا ده الحمام اللي هناك ده انا فكرته بتاع حد تقريبا، ده حمام بر يا جدعان يعني حمام تربيه سايب كده لوحده. بص كلهم بيجوا مره واحده. بصوا استنى. هما ياما والكاميرا مش مبينه اوي، هما ياما حرفيا. يلا زولو. لو ما قاموش انا هحاول اقومه. خلاص يبقى اتفاق ايه موحد كده. انا مش عارف احنا في صيف ولا في شتا، شو الجو بتاع شو حر مش فاهم حاجه. ولو على كده بقى يبقى حاجه حلوه قوي يا جماعه، اللي انا هسيبهم مفتوح عليهم يعني، هسيب مفتوح عليهم على طول يخشوا ويطلعوا يعني. بص كده حافظت الباب مركزه على الباب تحت. بص انا ما ببص على التيره والدكر بره الكاميرا، المفروض ابص على الكاميرا عشان نشوف انتوا شايفين ولا لا. طبعا حاجه جميله قوي من الشتاء. طلعين شويه ارض حلوين اهو. وينفع برضه اللي هو يحبني ما بتحبنيش. بص الطيرة دخلت لوحديها والدكر دخل وراها. احدفي واحدة، احدفي نفسك يلا واحدة. طب بصوا يا جدعان ما بديهاش بقى، انا اللي هروح الشها. خلاص
عشان افتح الزغلول برضه. بص انا هخليه يدخل في الارضيه عشان نشوف هو وهي بتطير، لو كده يطير معاها. بص زولط، يلا. طبعا هتنزل على تحت عشان البيت تحت. وده ذكاء مني. بس ان شاء الله زولط يعرف يجيبها يعني. يا رب يكون دخل المتحكم. نزلوا على تحت وخير مقطعنا. احلى بداية يعني. تعال بقى نفتح على دول. بص هنا بسم الله ما شاء الله زغلولين، والنبي يا جدعان كلكم يقولوا بسم الله ما شاء الله. انا مش كل ما اعرف من اول ما بدات اليوتيوب كل ما ابين انتاجي ولا حاجه تاني يوم الاقي في حاجه حصلت، يا اما مات يا اما حاجه وحشه حصلت. فبالله عليكم يعني هو بص والله العين حق برضه فنسمي الله برضه. طبعا دول برضه هيطلعوا يلقطوا الزغلول ده قام بقى رجاله، فعايزين نشوفوا ايه حواره النهارده. قام كان في برضه مشكله مش عارف ايه هستصحى هنا، ففزع مني راح ركن هنا اهو. خلاص بقت يلا يابا اطلع. هو كلب والله، عايز اجيب كلب والله. بص يلا. بالفرد. انا هقفل بقى عشان التيرة ما تطلع. التيرة دي التيرة مراته ايه، بس خليهم بس مع الزغلول دلوقتي. التيرة لسه ايه نفس الكلام بتاع النتاية الزولط، محفظناش المكان. بص انا كده بص بيوسع على نفسه. امبارح كسر دورة بس كان قصيرة عندي. النهارده بص بيوسع على نفسه. هيبدأ بقى كل يوم انا كده. طبعا ده ابوه اللي طاير معاه. غفلوني انا فكرهم رايحين كده، راحوا رايحين. ابوه راح كده واجي كده العكس اصلا. عشان الواحد الشمس ضاربه في عينه. طبعا بقى احنا ايه نستخبوا عشان هو عايز يحط. هنقفوا في الدل هنا ونصور من بعيد. خلاص حط اهو راجل. فاضل ابوه بقى. خلاص تعال بقى نوريك الطيرة دي. الطيرة الدور الجاي عليها. الطيرة دي برضو دي بنت زقلط ومراته. خلاص وطبعا ده زغلولين ما شاء الله. طبعا برضو مش متلبنين. بصوا الاكل فاضي مفيش اي حاجة لسه، وفتحوا عينيهم اهو. خلاص طبعا نزل ياما. طبعا الاصل ده اصلا تحليل يا رجاله، انا ما بفرقش يعمله، بس انا بس ايه انا قلت لكم الحمام كله كان واقف في انتاج، فما بصدق يطلع لي الزغاليل اصلا. خلاص فاحنا تعالوا نجيبوا الاكل. طبعا بص هما ودول برضو كانوا محسين فينهم. الاصل ده حسوا الفرد ده كان نازل اهو اهو. الفرد الاصل حسوا طبعا طلع مفيش تخصيب فيه، كانوا بقالهم ياما قوي موقفين. فتعالوا بقى نجيب الاكل. بس انا ايه بكلمكم دلوقتي مستني بس زقلط يجي رامي نفسه تاني من تحت يجي طاير. خلاص عشان يطلع تاني يشوف حوار النتاية اللي نزلت دي ما جاتش. خلاص وهنأكلهم اهو دلوقتي. طبعا يا جماعه انا استعجبت قوي لما لقيت عند الراجل اللي دروع وجه كبيره ما كنتش بلاقيها فجبتها، وبرضه حمام مش متعود عليها قلت حط الجاروف مثلا اشوف ايه هياكلوها ولا لا. لقيت كلها في الارض. انا قالت لي ما جبتها، بس انا كنت عايز اجيبها من زمان يعني. هنبدا ناكلهم. طبعا هنقفل معاكم بقى عشان انا ما اعرفش اصور وانا باكل. رجاله احنا كنا مش هنضربناهم دلوقتي. طبعا بصوا دول اللي هيحاولوا يخشوا ايه عشان نشوفهم. بصوا زقلط ومراته قام اهو. فندعي ربنا ان دول يديهم لمحه يعني. تعالوا نقف في الدل هنا. نتاية اهي الدخر. بصوا زقلط نزل راح الدخر لسه اتقام بيها. الدخر اللي هو ابو ده مش هبين معاكم. هو اللي يسقف لها اساس اللي ايه هو شافت جوزها وهتعالى نرمي لها جوزها تاني.
الزغلول اهي. يا رب يا ابني انا عايزك تحت عشان تشوفك يا ابني. اقف هنا اهو، ما تنزلش عليا. هو انت غبي؟ انت غبي كده بالصلاة على النبي كله طاير. في الزغلول حط، انت عايزة تحط بس خايف. بص احنا هنقفه خالص يعني، حتى لو الزور نزل احنا هنقفه خالص دلوقتي. شوف بس الحوار. هي النتاية لمحت العشة وعرفت المكان ده اللي كانت بتنزل فيه. شافت جوزها نازل اهو يا مسهل، رفعت تاني. النتاية تقيلة، سامعين صوت طيران او الدخل حتى اهو. ايوه تعالي غبية. يلا يا بنت الناس، تعالى زوزو تحت قوم. خد تعالى. حطت على السطح يا رجال. الحمد لله تم بحمد الله. هي كده حافظة المكان على شبه لسه. طبعا انا الخشبة دي حطيتها لهم عشان يطيروا عليها، هما لحد دلوقتي مفيش ولا واحدة وقفت عليها. بص ما فيش اكل، ما بتصدق تلاقي هتيجي حدها كله كأنها الاكل بالنسبة لها. طبعا زول دخل وتاني مثبت ليه بقى عشان عارف الاكل جوه. تعالى زول اهو فين. انا عايز دلوقتي يخش دلوقتي واحبس عليه. عرف احنا بقى في الشمس نتعذب بس نصور اللقطة دي. طرقوا بصوا ما بيصدق. انا بصور هنا بصور الخشبة. ايوه اتعملت للدرجة دي. مش وقت ازقلط خالص. عايزينها تحفظ الباب. يلا يا ابني. وانت يعني اخر ما تيجي تحطي على السطح على البتاع اللي فوق. طبعا مدافع رمضان بقى، خلي بالكوا الرجاله. طبعا كل سنه وانتم طيبين. الدكر دخل اهو. بصوا احنا هنستغل ايه فرصه ان الدكر دخل ياكل. خلاص ليه بقى؟ للاسف النتاية كنت عايز اخليكم النتاية وهي واقفه. ماشي تعالوا بقى نكمل الدكر. اخيرا فرد حمام واقف على الخشبه اللي انا عملتها. زقط. طبعا انت بتكبر بخاطري كل مره. انا قلت بس الزغاليل مش هتلاقي حاجه تقف عليها، الخشبه دي هتقف. هي طويله الخشبه اطول من كده، بس انا مدخل نصها جوه عشان لما ايام الهوا الجامد وكده كانتش عشان ما تقعش، وحاطط فوق منها طوبه كمان. انت رحت فين؟ انت رحت فين يا زغلول؟ مش عايز تخش؟ هو غلط اللي هو يفضل مع ابوه وامه لحد دلوقتي، بس اعمل ايه بقى عشان لما كان بيثبته. يا مسهل. ايه الدنيا. ايوه انزل يلا العين. غبي طلع لامك. يلا الريس لسه معديه يا رجاله. كويس ان انا مضربتش واحده. كنا بنتكلم في ايه بقى في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. طبعا مدافع رمضان الجميله بتاعت الاطفال البريئه اللي بتفزع الحمام كله. طبعا خلي بالك بقى وانت ايه لو عندك دفعة الزغاليل لسه هتطيرها يعني، فما انصحكش في وقت المغربية. عامة مش في وقت المغربية، هو طول اليوم بتاع رمضان غالبا ما تطيرش عشان العيال دي مؤذية. امبارح وانا فاتح الزغلول ده تخ ورا بعض. تمام. الزغلول ده نطر مني نطرة بعيدة اوي يعني. بص هو كان واقف هنا، سمع الصوت راح نازل، خدها كده صاروخ نازل تحت، مش عارف نازل تحت راح فين. ادور على الزغلول مش لاقي، ادور عليه مش لاقي. لقيت حاجه سودا. بص عند المبنى فين؟ المبنى اللي هناك ده، اللي هناك. لقيت حاجه سودا واقفه هناك وعماله ايه رايحه جايه عامله زي يا كفاره.
كفارة دخلت يا رجالة، دخلت. النجاح في صمت، ده اسمه النجاح في صمت. تعالى نحبس عليهم بقى، وانت خش هات الزغلول، واخاف من امه عشان امه برضو ايه بتضربه عشان ما يخش. طبعا تعالى اوريكم الزغلول ده ونكملوا حكاية الزغلول اللي حصل. تعالى هنا عشان انت غبي، حطيتك المرة اللي فاتت هنا ورحت انت واقع. تعالى نسيبه في الشمس هنا شوية. طبعا بص، لقيت واحد عمال يروح هناك، عارف انت ليك بص كده لاي غاوي، ليه بص كده فرد الحمام اذا كان فرد يعني تايه اول مرة يطير، فاهمين؟ تلاقي فرد الحمام كده رايح جاي رايح جاي، فاهمين؟ فتاني يروح ويجي كده، هو مفكر بقى المكان هناك عشان برضه هناك هنا في شجر، وانا عارف عشان كنت بروح هناك في شجر نفس الحوطة دي كده، نفس المكان ده. تمام. حاولت ايه ابقى طاير الحمامتين الكبار، حاولت ايه اللي انا ايه اوسع نفسهم، اللي انا ايه يخليهم يمشوا الاتجاه ده ولا كده، يعني ما خليتهمش يطيروا حوالين، فاهمين؟ تلنت يعني مثلا كل ما يجوا ناحيتي كده اطلع اي خرقه ولا حاجه، اقعد ايه اشاور لهم بيها وكده، لحد ما ايه لقط معاهم في السكه كده، لقط معاهم في السكه جابوهم، يعني مثلا جابوا الزغلول لحد هنا. الزغلول تاني بقى وهم جم تاني بس من غيره بقى، هو تاني يلف وراح راجع تاني نفس النقطة الأولانية دي. بعد ساعة ولا حاجة، بعد قطع نفسه عرف يوصل هنا. بس الموضوع ده خلي بالكوا، انا قلت خلاص الزغلول ضاع، ربنا يعوض فيا. طبعا الزغلول يعني مش حاجة، بس انا قصدي يعني عشان اول فرد يتثبت عندي يعني من الزغاليل ده. تاني زغلول ان شاء الله، في 4 زغالين كمان ان شاء الله هيثبتوا معاهم. ال4 التانيين دول طالعين في نفس الوقت، فهيبقى حلو يعني. 2 روحنا و2 نفس اللي هو استرالي على بلد ده. تمام. والزغلول ده، فال4 دول ان شاء الله هيبقوا نشي مع بعضيهم. ال4 دول هيبقى اول دفعة نشي. تمام. هما ليه 4 مع بعضيهم، بس ايه هخش باكل. ايوه عشان نحبس عليه. يلا خش. بص حبسنا على كله. بص ايه بتدي الزغلول اهو. دلوقتي هنعمله ايه بالاستيك بتاعه ده. طبعا اول 4 دول هنطيرهم مع بعض. اوعى تقع غبي. طبعا انا ما طيرتش قبل كده الرواحنا دول، طيرتهم مره في فيديو اللي هو فتحت عليهم هو فتحه ده، اللي كان جايب مش عارف 31,000 مشاهده ده. لو محدش يعرفه هسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف، لو حد تابع لحد في النقطه دي في الفيديو. خلاص طيرت منهم 2 اخوات. ال2 اخوات دول كبروا عندي وكده، ف واحده اتبقت وواحده لا. اللي متبقيه جوزتها للفرد الزاجل لو تفتكر، والتانية حصل مش عارف حصل موقف ايه، فاتفزعت مني وطارت وما جاتش. بس الكلام ده لوحديها يعني، ما كنتش موجود، انا كنت فاتح عليهم وسايبهم يعني، ما كنتش واقف انا ساعتها. اتفزعت اخويا اللي كان واقف قال لي اتفزعت وراحت طايره وما جاتش تاني. فيبقى برضو اول مره، عشان لسه ما اعرفش دماغهم ايه بصراحه. النوبه اللي فاتت كنت مطيرهم، كان يا دوبك هم بيعرفوا يتنططوا، حتى ما كسروش نص دوره، ووقفت على كده. وما طيرتش حاجه من الجزار برضو. لما جيت اطير برضو النوبه اللي فاتت، اللي هو فيديو بتاع 30 اسمه ايه ده، اول فتحه ليهم دول، كانوا مش عارف 4 حمام. كان بص ساعتها كانوا في 2 من العيال دول، و2 عيال اسمه ايه ده السمر دول اسود. خلاص. وكان في مين دي، هو فرد عادة، وكان في حاجة تاني مش فاكر ايه. ماشي. كان في فرد عادة وفي حاجة تاني، بس ما كملوش يعني. طبعا بس كده الفيديو بتاعنا عشان ما نطولش، متنسوش تعملوا لايك للاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، وتعليق حلو يشجعنا. بس كده ويلا بينا. سلام.